اهلا بكم في فيديو جديد. معاكم عمرو عماد، والنهارده هنتكلم عن الاورايمو الار 2 او المشهوره بالاو اس دبليو 30. اختصارا كده احكي لك سريعا امكانيات الساعه وشويه الحاجات المزايا والعيوب اللي فيها، واقول لك كمان على سعرها. اول حاجه هنبدا بمحتويات العلبه، فهي بيجي معاها الشاحن الماجنتيك ده زي ما انت شايف كده، بيتوصل ويشحن الساعه. طيب الشكل بتاع الساعه مش جاي معاها حاجه تانية غير الكتالوج. الشكل بتاع الساعه عجبني جدا، الرابر بتاع السيليكون بتاع الحزام عجبني قوي، شيك قوي. بص الديزاين ومكتوب كلمه اورايمو كده، خفيف. الساعه تقريبا 40 جرام، حجمها وشكلها في الايد تحفه جدا. بتيجي بسكرين تي اف تي، فبيبقى سطوع الالوان والانترفيس مش اقوى حاجه، بس انا بالنسبه لي شكلها مقبول. بص شكلها عامل ازاي، شكل الساعه مقبول جدا في الايد. بتيجي ببلوتوث 5.2، فده بيخليها سريعه في الاقتران وتقعد معاك اكتر من 10 متر ما بين الساعه وما بين الموبايل، بس ما يكونش في حواجز او حيطان كتير ما بين الساعه وما بين الموبايل. تيجي ببطاريه 260 ملي امبير، فده بيخليها تقعد معاك 7 ايام، ده اللي مكتوب على العلبه، لكن الفعلي مع الاستخدام هي بتقعد معاك 3 4 ايام، وعلى حسب استخدامك برضو. بس فكره ان مش هشحنها كل يوم فده تمام. الساعه بتكون اي بي اكس 68، يعني تقدر تتوضى بيها، تنزل بيها حمام سباحه، مفيش مشكله. طبعا تبعد عن الميه المالحه تماما. تدعم الاثنين اندرويد واي او اس. اللي عاجبني فيها بصراحه بعيدا عن الشكل ان هي خفيفه ولايت وكده، ان الساعه اشحنها 10 دقايق بس تقضيني يوم كامل استخدام، وده حلو. بس انا هقول لك المفاجاه فعلا في الساعه دي طلع في ايه. بتيجي ب 500 نتس، يعني سطوع الوان حلو. بالنسبه لو انا واقف في الشمس اقدر اشوف شكل الساعه والوان الساعه، واعرف اشوف الرسائل اللي بتجيلي. فيها خاصيه الاون ديسبلاي، كل ما بعمل كده بتنور معايا زي ما انت شايف كده. بس شفت في لاج، يعني بص اقفل كده الساعه، بص نورت بعديها بشويه، فيها لاج بسيط، بس كل ده مشفوع لها او مش بدافع عنها، بس انا هقول لك ليه، انا وجهه نظري كده. بيجي معاها الابلكيشن. اول ما بتفتح العلبه بتضايقك شويه، تقعد بقى عشان تفتح الابلكيشن لازم تنزل اورايمو اب او اورايمو ووتش، تعمل له سكان من على العلبه، او اول ما بتفتح الساعه بيفضل لازم تخش جوه وتدي اكسس لكل حاجه في الابلكيشن، الكونتاكتس والكولز والكاميرا والبلوتوث، عشان خاطر ترضى ان هي تشغل لك الساعه اصلا. اللي عاجبني فيها ان هي فيها ردود جاهزه على الرسائل، زي ممكن تكست مي ناو او اي ويل كول يو ليتر، او انت تكتب 4 أو 5 لحد 5 اقصى حاجه رسائل ثابته ترد بيها، وانا شايف ان ده انجاز. تقدر تحط عليها لحد 100 رقم، تقدر تكلم الناس دي من خلال الساعه دايركت، وده حلو جدا. مجرد تعمل لها اكسس على الكونتاكت بتختار 100 رقم. فيها اتصال سريع او اتصال طوارئ، بس انا بستخدمه اتصال سريع، انك لو دوست 3 مرات على الزرار ده، لو انا في رقم مسجله في الاتصال السريع، طبعا هي دي للازمات، لو حصل اي حاجه 3 تكات، مش زي ابل بقى ان هو لو وقعت فيبعت نوتيفيكيشن للشخص ده، لا احنا بنخليها مثلا اتصال سريع. لو دوست 3 مرات على البوتن اللي في الجنب وحط رقم معين، فهو هيتصل بيه اتصال مباشر. ده شرح سريع ومختصر للساعه الاورايمو الاو اس دبليو 30. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير، عشان ننزل حاجات كتير قوي عشان بلاك فرايداي.